لنا بالبيئة البحرية. احنا بصفتنا ان احنا شركة للأعمال البحرية والغوص، وطبعا واجب علينا نحو المجتمع اللي احنا فيه، او اي حد يقدر يعمل حاجة لازم يعملها. عملنا اليوم ده لنظافة البيئة البحرية، ونشكر كل اللي ساهموا معانا، وجالنا شباب كتير حوالي 150 شاب من جهات مختلفة، وشاركونا في اليوم الجميل دوت. الحقيقة ظروفها ان معانا القبطان واستاذ الاجيال في الغواصين القبطان محسن الجوهري، كان ليه رغبة كده. هو السنة دي تم 75 سنة، وقال أنا ليه رغبة إن أنا أحتفل بعيد ميلادي تحت المية. فالحقيقة إحنا شبطنا فيه برضه مع مجموعة كبيرة من زملاء السلاح، واشتركنا معاه واحتفلنا بعيد ميلاده النهارده في البحر. والحقيقة أنا كنت سعيد جدا النهارده وأنا بغطس. لا تخيلوا سعادتي، لأن معايا زمايلي اللي غطسوا معايا من 42 سنة. يعني كان معايا زمايلي في عمليات إيلات وعمليات الحفار بتاع أبيجان. الحمد لله كده إن فيهم ناس يعني عمرهم طويل زينا كده واشتركوا معانا. اشترك معايا أجيال تانية، اشترك معايا ناس من دفعتي ويمكن بيعوموا احسن مني كمان. وكان يوم جميل الحقيقه جدا اشتركنا فيه. في نفس الوقت احنا قلنا طالما احتفال في البحر، فاي واحد له علاقه في البحر الحقيقه هنحتفل بيه. منهم السباحين القدامى، مش عايز اقول كلهم طبعا قدامنا هنا، يعني مروان غزاوي ونبيل الشاذلي وشادي الراغب وصحف منصور، دول أبطال العالم. يمكن أنتم ما حضرتهمش، كان في السبعينات والثمانينات كانوا أبطال العالم في المسافات الطويلة. فبنرحب بيهم وبنقول لهم متشكرين. معانا تشكيلة لامعة، معانا أكثر من 80 واحد النهارده هيتكرم، مجالات عسكرية ومجالات مدنية ومجالات من الشرطة ومجالات من الجيش ومجالات طبعا من تخصصنا الرئيسي، مع بعض أساتذة الجامعة اللي معانا، زائد احنا لنا أساتذة بنعتز بيهم أنا شخصيا وكل الغطاسين، أمثال بدون رتب يعني رضا حلمي وخليفة جودة، حسنين جويش. معانا ابن اللواء رضا حلمي، محمد رضا حلمي، ابن اللواء خليفة جودة، محمد خليفة جودة. معانا برضه زوجة زميلي مرحوم جويش. كلهم احنا بنقول لهم متشكرين، سعداء جدا انهم يبقوا معانا في اليوم الجميل ده، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا لازم هنسمع كلمة كده صغيرة من معلمي القبطان محسن الجوهري.